انت عارفة ان فلوسك بتروح على الارض؟ يعني لو انت عمالة تصرفي على براندات غالية جدا وبتتفرجي على فيديوز عشان تعرفي تحطي الميك اب صح وبشرتك مش مهتمية بيها، فاحب اقولك ان 80% من جمال الميك اب ومن ان الفينش يبقى حلو وان الميك اب يبقى ثابت معاكي وقت اطول، ده بيعتمد على البشرة اكتر من طبعا المنتجات. بتفرق في الثبات وفي الفينش وكل حاجة، وطبعا التكنيك بتاعك بيفرق، بس البشرة عامل اكبر ومهم ان يخلي الميك اب بتاعك حلو. ففي الفيديو ده هقولك الخطوات الاساسيه المهمه اللي لازم تعمليها قبل ما تحطي الميك اب بتاعك، ازاي تهيئي بشرتك وتساعديها ان الميك اب يثبت فيها وقت اطول، وان الفينش يبقى ناعم لما تيجي تحطي كذا حاجه فوق بعض، ازاي ما يقطعش ما يفصلش. كل ده بيعتمد على البشره. لو انت عايزه اعمل فيديو تاني اللي اصلا ازاي بقى تهتمي ببشرتك في العادي وروتين كده للسكين كير ممكن نعمله، ولكن الفيديو ده لتهيئه بشرتك قبل الميك اب. يلا بينا نبتدي. اول خطوه معانا وهي مهمه ما ينفعش نستغنى عنها هي الغسول. طبعا انا هستخدم الغسول ده من ايفا، هو كلينسر بالكولاجين لجميع انواع البشره. الفورمولا بتاعته ميلكي. انا بحب الاول يعني اعمله على ايدي، تمام. البشره بتبقى منديه، ده عموما التكنيك مع اي غسول يعني. وبعدين دواير بقى كده، وتهتمي ان كل الحتت اتغسلت كويس. الغسول ده مش فومي، مش بيعمل فوم يعني ابيض، تمام. تهتمي هنا عند الودان، الجزء بتاع المناخير، ما ننساش طبعا الرقبة، تمام. بتقعدي كده 3 دقايق مثلا، وبعدين تشطفي وشك. فهغسل وشي واجيلكم. هقول لكم برضو حاجة كده سريعة في النص، ان بشرتك تعملي معاها برقة، يعني ما تجيبيش فوطة تكون قطن وناشفه جدا وتقعدي تفركي كده وتكحتي في البشره. احنا بنطلع تجاعيد بدري، احنا بنهلك البشره وبنخليها تلتهب لو هي حساسه. فلو ممكن مناديل هتكون هي احسن حاجه الصراحه، وبالطبطبه ننشف كويس. تاني خطوة وهي برضو مهمة ما ينفعش نستغنى عنها. انا ليه بقول كده؟ لان في مثلا خطوتين في النص ولا حاجة، دول مش اساسيين، حاجات كده اكسترا، مش شرط تعمليهم كل مرة قبل الميك اب، او لو انتي مش محتاجاهم فهم ملهمش لازمة. لكن دي حاجة اساسية وهي المايسيلر ووتر. في ناس بتفتكر انا عملت بالغسول فانا خلاص بشرتي نطفت فما عليهاش اي حاجة. لا، احب اصدمك واقولك بيبقى ستيل لسه في حاجات على البشرة لو في اتربة او حاجة، فاحنا بنتأكد بس بقطنة وبتمشيها على البشرة كويس علشان تضمني ان خلاص كده البشرة نطفت تماما ومفيش عليها اي حاجة. وزي ما اتفقنا بنركز على الحتت اللي صعب نوصل لها، اللي ممكن يتجمع فيها اي حاجة، وحوالين البق. طبعا ما ننساش الرقبة زي ما اتفقنا، هي معانا في كل حاجة. بصوا يعني لسه عاملة بالغسول. نيجي لتالت خطوة وهي التونر. مش هقولك ان دي خطوة اساسية ومهمة ولازم بقى لا غنى عنها، لا، لو انت عملت لها سكيب مش ازمة، هي بالنسبة لي مهمة لكن مش هقولك ان هي من الحاجات الاساسية يعني. انا التونر بتاعي خلصان وهو كان مقطع فما كررتوش، فحاليا احنا هستخدم مية الورد بتاعت ايفا. اوكي، مية الورد عموما بتدي نفس الوظيفة يعني بتاعت التونر، فلو عندك استخدميها. فعلى قطنة كده، وهمشي على البشرة برضو كلها، وهركز على الحتت اللي فيها مسام. اما بقى رابع خطوة واللي في ناس كتير جدا بتنساها وبتفتكر ان هي حاجة مش مهمة، بس صدقوني هي حاجة اساسية، لان على المدى البعيد هتفرق قوي في بشرتكم. سواء هتحطوا ميك اب يعني، سواء في الستبس بتاعت قبل الميك اب او عموما في روتينكم، لازم تهتموا بالسان بلوك. انا هستخدم ده بتاع كليو. انتي استخدمي اي نوع بتحبيه ومناسب لبشرتك عادي. الناس يعني اعتقاد خاطئ كده عند شويه ان لا ده مش فارق معايا يعني اسمر من الشمس، ملوش لازمه السان بلوك. هو ملوش علاقه بالاسمرار، هو بيحمي بشرتك من الاشعه الضاره اللي بتيجي من الشمس. بيفرق معاكي على المدى البعيد جدا في التجاعيد، في الكلف، الاسمرار اللي في البشره، فلا اساسي. دي الكميه اللي انا هستخدمها، بوزعه برضو على وشي وعلى الرقبة. وطبعا السان بلوك مش هنحطه ونبدأ في الخطوة اللي بعدها على طول، لا، بنسيبه بقى وقت على الأقل 10 دقايق ربع ساعة، وبعدين نبدأ بقى نكمل الخطوات بتاعتنا. اهم حاجة تتأكدي ان انتي خلاص وزعتيه كويس، مفيش اي حاجة على البشرة لسه ما شربتهاش،
مفيش اي تكتلات في اي حته. وهنستنى بقى زي ما قلت لكم ربع ساعه واجيلكم تاني. على ما وقت السان بلوك يخلص خلوني برضو انوه على حاجه مهمه جدا وبتفرق قوي في الفينش بتاع الميك اب، وهي شعر الوش. يفضل ان انت تبقي شايله الشعر ده. ليه؟ لان اصلا الشعر اللي في الوش خصوصا مثلا الجزء ده انت لو حطيتي مرطب وحطيتيه بشكل دائري فانت نكشتي الشعر الرقيق اللي هنا ده، وهتيجي بعد كده تحطي الفاونديشن انت ممكن يكون فيه تكتلات، ممكن يعني فاهمه الفينش مش هيكون سموث وناعم معاكي خالص في وجود الشعر، هيعجزك كده ويلخبط لنا الدنيا. فالاحسن ان احنا نشيله. انا ضد تماما الواكس والفتله، الفتله بالحبوب اللي بتطلع بالالتهابات، والواكس السخونه اللي بتطلع تجاعيد على مدى بعيد وممكن تعمل حروق وبتاع، فانا ضدهم تماما. انا مع الشيفنج، ويكون قبل المناسبه اللي عندك بيوم. يعني ما تعمليش شيفنج بعد كده تبداي في خطوات الميك اب على طول وتحسي ان البشره لما بتيجي تحطي برودكتس بتلسعك كده وملتهبه، هي ما لحقتش تهدى. فاعملي شيفنج قبلها بيوم. ولو انت بتبقي قلقانه ان الشيفنج مش بيطلع الجلد الميت اللي في البشره، فلا، لو انت عملتي شيفنج على بشره ناشفه فانت هتشيلي الجلد الميت. لو استخدمتي الشيفنج مع مرطب فانت كده بتشيلي الشعر وبس. بس طبعا لو هتستخدميه على بشره ناشفه لازم تبقي شاده البشره كويس وتبقي حريصه علشان ما تعوريش نفسك. ولو ستيل حاسه ان البشره محتاجه تتقشر، اعملي تقشير في البيت عادي، في برودكتس كتير بتعمل كده يعني، بس ما تستخدميهاش كتير يوميا يعني، لا انت اخرك مره في الاسبوع عشان برضو البشره ما تلتهبش منك. بعد مرور ربع ساعة دلوقتي جه ميعاد الخطوة الخامسة، وهي مهمة جدا جدا جدا، ألا وهي الترطيب. هنرطب وشنا وهنرطب تحت عينينا ما ننساش، وكمان الشفايف. للبشرة هستخدم المرطب ده بتاع ستيفز، كنت عملت لكم زمان خالص ريفيو عنه. ما ننساش رقبتنا يا جماعة. ناس كتير بتنسى ترطيب منطقة تحت العين، بيفتكروا ان حاجة ملاش لازمة، مع انها مهمة جدا علشان الخطوط اللي تحت عينينا تبان انعم مع الميك اب، وعلشان ما نأذيش المنطقة دي رقيقة قوي، فمحتاجة ترطيب كويس. انا يعني المرطب ده مقاطعة بس هو عندي فاستخدمته، عشان كده مش هقول اسمه. وللشفايف استخدمي بقى اي حاجه بتحبي ترطبي بيها شفايفك، فازلين، اي ليب بالم. انا بستخدم بتاعت اماندا. المرطبات اللي حطيناها في وشنا هنستنى على الاقل 5 دقايق البشره تتشربها كويس قبل ما نبدا في الخطوه اللي بعدها. وبالنسبه للشفايف هنسيب المرطب عليها لحد في الاخر خالص قبل الروج نبقى نمسحه. الخطوة السادسة هي البرايمرز، وهي مش خطوة أساسية، خصوصا برايمر المسام لأنه بيبقى فيه سيليكون، ولو انتي كمان استخدمتيه كل مرة قبل ما تحطي الميك اب بالعكس ده هيجيب نتيجة عكسية عشان هيوسع لك المسام أكتر. فيفضل ان البرايمر بتاع المسام بالأخص تستخدميه كل فين وفين لما يكون عندك مناسبة بقى مهمة. تمام، عايزة تحطي برايمر عموما يطفي اللمعان اللي في البشرة، اوكي، ممكن ما تحطيش عادي، الباودرز تدينا نفس النتيجة. يعني هي خطوه مش اساسيه قوي. في برضو برايمرز بتخلي الفاونديشن يلزق كده، بتخلي البشره تاكل شويه، ده علشان الميك اب يبقى ثابت معاكي وقت اطول. ما برضو ممكن نثبت بالباودرز بالسبراي. فالبرايمرز مش اساسيه، بس انا بقول لك الترتيب بتاع الحاجات. فالخطوه السادسه ده وقت البرايمرز. خليني برضو اوريكم برايمر المسام بنستخدمه ازاي، لان لو استخدمتيه غلط هيفرول الميك اب فوق منه، هيبقى شكله وحش جدا ومش هيدين اصلا النتيجه اللي احنا عايزينها. دلوقتي هستخدم بتاع كاتريس اللي هو جود باي بورز. بتاخدي كميه قليله مش كتير خالص، والمنطقه اللي عندك فيها مسام بتحطي البرايمر تضغطيه لفوق من تحت لفوق. تمام، مش بعمل دواير ومش بحطه في كل حتة في وشي، لا انا بركز على المنطقة اللي فيها مسام واسعة بس. تمام، نقط بسيطة جدا وبملى المسام بالبرايمر. هو وظيفته ان هو يقلل لي شكل المسام اللي في البشرة، بيملاها شوية عشان لما تحطي بعد كده الفاونديشن يبقى البشرة ناعمة شوية. طبعا هو مش هيملاها تماما، وخصوصا الناس اللي عندها مسام واسعه قوي انت محتاجه جلسات وعنايه علشان خاطر ايه نعالج الموضوع ده. فهو مش هيتعالج 100%. احنا الميك اب بنحاول نوصل لاحسن شكل ممكن، لكن هو مش سحر.
ومثلا لو بشرتك مختلطة والأجزاء دي بتبقى بتلمع بشكل بيضايقك وعايزة تستخدمي برايمر يدفي ده، هستخدم برضو البرايمر ده. مش محتاجة طبعا أكرر وأقول إن بنستنى وقت بعد كل خطوة، خصوصا البرايمرز بقى، يعني عايزينها تسات كده شوية تركز في البشرة قبل ما ندخل في الخطوة اللي بعدها، لأن مش عايزين نطلعها تاني من مكانها، ونتعامل برفق مع بشرتنا، ما ندوسش ونحرك الحاجة تاني تطلع وتبدأ بقى تدخل معانا في فاونديشن أو أي حاجة يبقى فيه فرولة والبشرة يبقى الفينش بتاعها مش حلو خالص. فتتأكدي إنك دامجة كل حاجة كويس ومديها وقتها. هو احنا كده وصلنا للخطوة الكام؟ ما علينا، هو فاضل خطوتين وهم مش مهمين، بس برضو هقولك عليهم. هم طبعا بيفرقوا في شكل الميك اب، بس هم مش حاجة اساسية. اول حاجة ان انت لو حابة الفينش بتاع البشرة يبقى جلوي شوية، بتبداي تحطي بقى مرطب فيه لمعة، مثلا زي بتاعة شارلوت تيلبري، او تحطي هايلايتر ليكويد، او هايلايتر مثلا تمكسيه مع مرطب. ممكن مثلا نحط كده هنا لو انتي حابة ان الفينش يكون جلوي. وعموما برضو الميك اب يعني في خطوات بتدينا النتيجة دي لما بنحط بقى احنا هايلايت، سواء باودر او ليكويد وفوقيه باودر في الخطوات بتاعة الميك اب نفسها، فهنقدر نوصل برضو لنفس النتيجة. بس بقولك لو حابة ان الفاونديشن نفسه يكون جلوي، ان الفينش يكون جلوي اكتر، ممكن تعملي الخطوة دي. شايفين اللمعة اللي في البشرة؟ هو ده قصدي، انك بعد كده لما تحطي الفاونديشن وتحسي ان اللمعة طالعة من البشرة نفسها، يعني تساعد على ان الفينش يكون ناعم وطبيعي. واخر خطوة برضو مش اساسية هي انك تستخدمي فاكس سبراي قبل الميك اب. ده بيهيئ برضو البشرة ان هي تستقبل الميك اب، يبقى انعم، يبقى ثابت وقت اطول. بس ممكن ما تعمليهاش عادي براحتك. استخدم بتاع جولدن روز فيكس سبراي، ها، مش سيتنج، مش بنثبت الميك اب ولا حاجة. وعلى طول على طول نهوي كده. بشرتك جاهزه تماما ان يتحط لها الميك اب عادي جدا. ما تستكتريش الخطوات اللي قلتها وتحسي ان الموضوع طويل قوي وانا هقعد اعمل كل ده قبل ما احط الميك اب كل مره. لا، انا في بتاع 3 خطوات فيهم قلت لك ان هم مش اساسيين، ولكن في حاجات فعلا لا غنى عنها. وانت مش هتغسلي وشك، لازم البشره تبقى مغسوله ومتاكده بالمايسيلر ووتر ان هي متنضفه كويس، بتحميها من الاشعه الضاره، بترطبيها كويس. دي حاجات يعني الف ب قبل ما تحطي الميك اب. بعد كده بتبداي بقى تحطي الميك اب. يعني الخطوه اللي بعد كده بص، ما اقدرش، لازم اشرح واديكوا كل حاجه بالتفصيل. بتبداي تعملي الكالر كوركتنج، يعني لو عندك هالات الغمقان اللي تحت العين ده عايزه تكنسليه، فبتكنسليه باللون الخاص بيه اللي هو الاورنج. ولو في حبوب مثلا زي دي، اي حبايه حمراء بنكنسلها باللون الاخضر. وهكذا بقى تبداي خطوات الميك اب بتاعك براحتك. مش شرط بقى الميك اب ده يكون براندات غاليه جدا وادفع قد كده علشان انا مستنيه ان الميك اب يبقى تحفه. هو ما بيعتمدش اعتماد كلي على المنتجات او على تطبيقك ليها. طبعا ده بيفرق جدا، ولكن في نسبة كبيرة قوي معتمدة على بشرتك. هو الميك اب انعكاس لجمال بشرتك. هرجع لكم بعد ما اخلص الميك اب كله، وهبقى غالبا مستخدمه كل الحاجات دراج ستور، بس هوريكم ازاي الفينش بتاعها عالي على البشره بعد الخطوات اللي احنا عملناها دي. جيت لكم تاني، ما تتخضوش، ده انا كنت بعمل 2 اي لوكس كده مختلفين للعين المبطنه وازاي ترسميهم. المهم ان دي البشره بعد ما عملت فيها حاجات كتير قوي، في طبقات حطيناها من كونتور وبرونزر وبلاشر وباودر، وعملنا بيكنج وعملنا كل حاجه، والبشره مستحمله معانا وصامده، ما غيرتش، ما نشفتش مني، ما شققتش، ما حصلش اي حاجه، لان البيز اللي احنا عملناه في الاول، البريبريشن اللي حصل للبشره، خلاها قادره انها تستحمل، وان لما تيجي تحطي حاجه عليها التطبيق يكون ناعم وسلس. يا رب تكوني استفدتي من الفيديو وعجبك. باي باي.